فل على عيونكم مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض أحلى سندوتشات السوق اسكندراني. سهل سريع لذيذ. طبعا احنا عارفين ان اليومين دول الجو بدأ يسقع كده بالليل ويهف علينا بقى في جوع آخر الليل حاجات كده حرشة وجميلة. بدل ما تجيبي بقى حاجات من بره وتصرفي فلوس كتير، النهاردة هعمل لك سندوتشات صدوق شرقي وبربع كيلو بس من الصدوق. يعني توفير، وهناكل حاجة حلوة والطعم خطير، وهتجيب لهم المطعم لحد البيت. جربي ان شاء الله الطريقة دي وهتدعيلي. يلا بينا على المطبخ نعمل مع بعض احلى طاسة صدوق اسكندراني. اول حاجة معلقة كبيرة كده من السمنة. بصوا بقى، الصدوق بيحب الحاجة الحرشة. انا النهاردة هخليكي من كمية صغيرة اللي هي ربع كيلو من الصدوق هتأكلي 4 أفراد أو 5 أفراد مستريح. تجيبي بقى العيش الفينو بتاعك وتجهزيه على جنب عبال ما نعمل الوصفة بتاعتنا. بعد ما سيحت السمنة بتاعتي هنزل عليها ببصلاية كبيرة. حابة تعملي بصلتين كبار مفيش أي مشكلة، انت كل ما تزودي في الحشوة كل ما الطعم يبقى أحلى وأجمل. أنا عايزة آخد البصلة كده صدمة بسيطة، يعني تشويحة بسيطة. طالما قلنا صدق اسكندراني يبقى لازم بقى نحط بقى قرن فلفل حامي، بيشطشطها كده وبيخلي الطعم في حتة تانية والريحة خطيرة. لازم تجربوا الوصفة دي بجد، هتدمنوها. جبت الصدوق بتاعي اللي انا جايباه ربع كيلو بس زي ما انتم شايفين كده، وقطعته مربعات صغيره. عايزه تعمليه صوابع زي ما انت عايزه. انا بحب اقطعه مربعات صغيره عشان يرمي معايا كميه كده مع الحشوه، والحشوه والصدوق ياخدوا من بعض. هفضل اقلب في الصدوق مع البصلايه لحد ما ياخد طعم ولون كده، واحس ان هو بدأ يخش على مرحله السوا. اول ما احس ان لونه غير وبدأ يخش على مرحله السوا، اكون بقى مقطعه لي بقى ايه 3 قرون فلفل رومي. عندك بقى فلفل الوان شكلي. الوصفه دي تقدري تدخلي لاولادك بقى الخضار اللي انت عايزاه، والقيمه الغذائيه العاليه. طبعا الاوميجا 3 موجوده في الفلفل الالوان. حاجه حلوه ومفيده لاولادك، فدخليها لهم الالوان حلوه. انا ما كانش عندي فلفل الوان الصراحه، بس عادي الفلفل الرومي هيقوم بالواجب. نيجي بقى نبهر بقى بهاراتنا. طبعا الصدوق اللي انتي بتبقي جايباه من عند الجزار بيبقى منبهر وحلو، لكن انا البهارات اللي انا ببهرها دلوقتي دي لزوم الايه الخضره اللي احنا حاطينها دي اللي هي الفلفل والبصل. انا محتاجه بهارها. حطيت بقى ايه، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من البصل البودر، وحطيت ربع معلقه صغيره من البهار المشكل، او اللي هو 11 بهار او 7 بهارات زي المتوفر عندك. وممكن تستغني عنهم وتحطي فلفل اسود وبس، وشويه ملح. لو ما عندكيش حتى بصل بودر مفيش اي مشكله خالص، يعني الوصفه دي تقدري تعمليها بالمكونات اللي عندك. وحطيت بقى إيه نص معلقه صغيره من الملح، وبس كده وبس كده. عندك بابريكا وعايزه تحطي حطي، مفيش اي مشكله خالص. الوصفه دي ممكن تحطي فيها كل البهارات اللي انتي بتحبيها او تستصغيها، بس طبعا ما تحطيش كمون لان الكمون مش هيمشي مع الوصفه دي خالص. عندك بقى معلقه صلصه زي اللي عندي حطي، بتديها طعم ولون وريحه وبتبقى حلوه قوي. ويا دوبك بس هي تنزل ميتها هتبقى جميله جدا. ما عندكيش هتكتفي بالطماطم. انا حطيت ايه، طماطميتين كبار كده، شلت الجزء اللي هو القلب بتاعهم اللي بيبقى فيه السوائل، وحطيت بس اللحم بتاع الطماطم. شايفين كده بدأت تتسبك معايا وبدأت تخش في السوا. فاضل لها دقيقتين على النار وهتنزل ميتها وتبقى حلوة قوي للسندوتشات. هنا بعد ما الصلصة اخدت ودت بقى مع الطماطم والفلفل واتسبكت معايا وبقت تمام، انا اخدها بقى يلا بينا على السندوتشات على طول. معاكي بقى عيش فينو، عيش بيتي عيش عربي، اي نوع عيش انت بتحبيه، عيش كايزر زي ما انت عايزه. احشي بقى وجنبك بقى ايه قرون الفلفل وطبق المخلل وادعيلي. ولو عندك ليمون مخلل كمان هتطلع الوصفة دي خطيرة. جربوها، وهنعمل لأولادنا من النهاردة أكل الشوارع في البيت ومش هيجيبوه من بره تاني. عملنا مع بعض النهاردة ايه، عملنا مع بعض الصدوق الاسكندراني بربع كيلو من الصدوق، وشوية من الفلفل الرومي والبصل والملح والفلفل الاسود والبصل البودر. عملنا احلى صدوق وشويه طماطم كده صغننين ومعلقه صلصه. عملنا احلى صدوق شرقي من
تاكليه على عربية الفول السندوتش الواحد بالشيء الفلاني، انا النهارده هخليكي تعملي الكمية اللي احنا عاملينها دي تعمل بالثمان والعشر سندوتشات. ده انا عايزه اقول لكم انا ماليه السندوتش كده. جربوه ان شاء الله يعجبكم. لو مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسوش تعملوا لايك. الامر شكرا لكم على المشاهده، وانتظروني في الصوت اخرى. باي باي.